استفاقت ساكنة دوار سفيرات بجماعة بن منصور القروية بإقليم القنيطرة بالأمس على جريمة قتل مروعة راح ضحيتها 6 أشخاص بما فيهم المشتبه به الذي فضل الانتحار بأحد الآبار داخل المزرعة والذي كان يشتغل في نفس الضيعة. الضحايا هم المشرف على تسيير الضيعة و4 من الحراس الليليين، فيما أصيبت زوجة المشرف على تسيير الضيعة الحامل في شهرها الرابع وطفلها ذو ال4 سنوات. جاو تيدقوا تيخربشوا هاز اللقاء هاز المقدة يقتل راجلي، قلت راجلي شي تدخل شي في الدار، قلت ليه انا ما ساكناش هنايا شي تدخل شي في الدار، قلت ليه شي تدخل شي راجلي في الدار، ناضو بدا يغوت نسمع غوالو في البراح وهكا قاعد تقولي انا بغيت نعاونك يا سيري بحالك نوبتك جايه. وحسب المعطيات الأولية وبناء على ما صرحت به الزوجة فإن أسباب الجريمة تعود إلى خلاف بسيط بين الضنين ومسير الضيعة. وعيطت الراجل مع الليل هضر معاها ولحقت اسيدي للربعه بحكوك ديال هذا ولات عيطت عليه ديال الصباح والو. 12 مع الظهور تقطع الاثر ديالو ركبت سمحت فيه عندنا في العرس جات كتبقى تسول على الراجل ديالها ما جاش. حنا بقينا تما مع في العرس كنديرو في 6 ديال العشيه سمعنا الخبر قالوا نور راجل اختك راه قتلوه راه ذبحوه. 8 ونص تيطلع للخدمه هو ما طلعش كيجي يتغدى هو في الدار ديالهم ما جاش. طلعت مراته تقلب عليه لغاتهم قال لهم بان 6 الناس لقاوهم ميتين من موراه. فين لقاو؟ هنا في الفيرما الداخل في سوق التراكتور. هو شافوا ليه التراكتور طارد قولوا ما طلعوا ليه حتى التراكتور فوق كاع ضربوه مع السيبري وخرج مشى تقريبا بعد التراكتور شي 60 متر وتما كاين ضربوه لهنايا ما ميت هو الدم خارج ليه من ود. خدام مسكين على الفلاح شيعس هنايا جاي يعس الصباح ما جاش قلنا راه شعل قلت له شعل عاد نساو حتى المغرب عاد جات الخبر ديالو بلا قتلو. جريمة قتل بشع انطلقت تفاصيلها منذ الساعة 4 صباحا لتنتهي في الساعة 8 والحصيلة 6 قتلى. أما الطفل فقد وضع في مصلحة الإنعاش بمستشفى ابن سينا بعد أن أصيب بكسر على مستوى الجمجمة ونزيف دماغي، فيما لا تزال والدته تحت المراقبة الطبية بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة.